يا جماعة لازم تجربوا الشورت الجري ده من نيو بالانس، اسمه فيت 5 ان سي. مبدئيا كده لو انتوا في الامارات وبتدوروا على ان انتوا تشتروا معدات جري، اول حاجة لازم تبص عليها هو موقع براندز فور ليس. يعني ممكن ما تلاقيش عليه المقاسات اللي انت عايزها او الحاجة اللي انت بتدور عليها بالظبط، لكن ممكن تلاقي حاجة شبهها وبسعر ممتاز جدا. بص عليه دايما قبل ما تروح تبص على المواقع التانية. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. دلوقتي بقى نرجع للشورت. اول حاجه الشورت ده 5 انش، يعني هيبقى قصير شويه فوق الركبه بحبه. في انسيم، يعني في طبقه من جوه وطبقه من بره. وبالنسبه للجيوب هو في جيبين من الجنب وجيب للمفتاح من جوه. مقاسه مظبوط، يعني انا لما جبت الميديوم داخل عليا بالظبط، يعني مش محتاج اي تظبيط تانية او محتاج اغير المقاس. خفيف جدا، يعني انت من اول ما تمسكه او اول لما تلبسه تلاقي ان الشورت خفيف قوي، فده مش هيضايقك وانت بتجري في اي حاجة. الحجم بتاع الفخذ عنده واسع، هيبقى واسع معاك، تقدر تعمل بيه ستريتشنج، تقدر تورم اب زي ما انت شايف كده. انا في الورم اب مش مضايقني في اي حاجة. قلت اخده بقى لفة الشورت ده، قمت نازل على الجنينة ونعمل لي 10 كيلو كده، يلا نسخن رايح جاي هوبا هوبا. يعني انا كنت ناوي اجري 10 كيلو بس الرطوبة عالية جدا زي ما انتم شايفين، العرق باين عليا، فانا جريت 9 بس. بس الشورت كان مريحني جدا، واسع خفيف وسترك في نفس الوقت، وانت مش حاسس ان انت لابس حاجة يعني. آه، قمت بقى داخل على فقرة ستريتشنج كده بعدها، علشان ايه الواحد يريلاكس المسلز ويجرب الشورت في نفس الوقت. لو عايز تشوف فقرة الستريتشنج دي كلها، ده هيبقى الفيديو اللي جاي. هعلمكم فيه ازاي البوست ران ستريتشنج. ادي انت شايف رانرز لانج وبتاع. اهم حاجه في القصه هنا ان انا كنت دايما شخص نايكي جدا، اللي هو كل حاجتي كانت نايكي، لكن ابتديت اجرب بقى البراندات التانية، اندر ارمور، نيو بالانس، الحاجات دي. والشورت ده اتضح ان هو من احلى الحاجات اللي انا جبتها، هيفضل معايا على طول، هتشوفوني بيه في السباقات، واشوفكم في الفيديو الجاي.